تبغون نعيش ليلة القدر؟ أنا بعيشكم أجواء ليلة القدر ثم أختم كلمتي. الله يقول إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة القدر. وش اللي نزل في ليلة القدر؟ وش هو؟ جاوبوا. القرآن. طيب وش أفضل؟ هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان أعطى القرآن قيمة ولا القرآن أعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي أعطى رمضان قيمة لأنه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة. نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الأولى، نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين. المعنى الأول ذكرت المكانة، سمو قدرها لمكانتها، وتحمل معنى ثاني أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان. إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة فيها بركة إنا كنا منزلين. قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه. قال الله في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في أمر أنت ما تعرف قدر الأجر فيها. يا جماعة النبي لما قال وإن لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. ثم قال النبي وإذا جاء آخر ليلة من رمضان أعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ليلة القدر لا، ليست هي. قال إذا ما هي؟ قال إنما